انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشاني جدا جدا، رقبتي قد السمسمه منكم. بس والله غصب عني، بس انا غبتي ورجعت بهبتي زي ما بيقولوا. روتين قوي جدا جدا. بس ما تنسوش اول ما تدخلوا كده تروحوا حاطين لي اللايك المتين بتاعكم، ولو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا، تعملوا لي بقى كومنتات كتير كتير كتير، حتى لو هتصلوا فيها على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى انتوا كده عملتوا معايا جميل كبير قوي قوي، علشان خاطر اللايك والكومنتات الكتير بتخلي الفيديو يعلى وناس كتير تتفرج عليه. الروتين بتاعنا النهارده كان قوي، كان بقالي تقريبا قولوا 15 يوم ما دخلتش المطبخ لظروف ما، تمام؟ فكان الدنيا فوق بعضها. طبعا المواعين كانت بتتغسل كده يعني ايه، ها، على القد يعني، تمام. لكن كانت الحاجات الاساسيه مش بتتعمل، يا دوبك بس حاجات كده من على الوش، تمام. فمسكت بقى المطبخ بتاعي، يعني هرسته من فوق لتحت، كله تنظيف تنظيف. بس اول حاجه تعمليها لما تكون الدنيا تحسي انها صعبه عليكي كده، ده ابني بس جاي يحط لي الطبق في نفس الاماكن اللي بيحطوا لي فيها الاطباق وبيبوظوا لي بيها شكل المطبخ باستمرار، تمام. حاجه بسيطه يعني، حبيت اوريكم نبذه، انا ما رضيتش اشيلها، نبذه عن معاناتي، ان مهما اقول ما حدش يحط اطباق هنا لازم تتحط، تمام. ربنا يخليهم ليا ويخليني ليهم ويحطوا الاطباق وانا اشيلها عادي عادي، مش مشكله، ما تأزموش الموضوع قوي يعني. طبعا يعني انت تعودي اولادك على الترتيب والنظام، دي مش حاجه وحشه، بس لما تلاقيهم مصرين على عدم النظام هتعملي ايه؟ قولي عادي ربنا يخليني ليهم وخلاص. هنعمل ايه بقى؟ ربنا يخلينا ليهم فعلا يعني، ويخليهم لينا يا رب، ويحميهم ويطرح البركه فيهم، هم وكل اولادكم يا رب العالمين، ويرزقكم برهم. اهم حاجه يرزقكم برهم. ادعوا كده في صلاتكم دايما وقولوا يا رب اللهم ارزقني بر اولادي، اللهم اصلح لي في ذريتي. يعني الحاجات دي حلوه يعني، حتى لو كان انت اولادك مش هيبروكي، ممكن بدعاء ربنا يغير القدر. طبعا انتوا عارفين الدعاء ربنا بيغير القدر فيه ويخليهم يبرونا. اهم حاجه يعني، تمام. لو كنتم لسه موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك زي ما قلت لكم. مسكت بقى الرخامه بتاعتي، مسحتها مسحه حلوه قوي وغسلتها بالسلك زي ما انتم شايفين، عشان هي بقالها كتير قوي، فهي غامقه، بقالها كتير ما اتغسلتش الغسله دي، فهي غامقه مش منوره كده زي ما ايه، زي حالتها لما بكون على طول ايديا فيها وايديكي فيها وكده. مسكت بقى الورد الجميل بتاعي اللي انا بحبه طبعا، الحمد لله بحب كل حاجه عندي لانها معدودة يعني، 1 2 3، الحاجات عندي مش كتير زي اي حد طبيعي. ادعوا لي ان انا حالي يرجع زي ما كان او احسن، يا ريت يعني، يا ريت يا ريت تدعوا لي كتير. اكيد هيفرق معايا يعني. فالحاجه عندي معدوده، فعشان كده انا بحبها، تمام. دخلت بقى على المواعين، شويه مواعين مش كتير يعني، اطباق وكده مش كتير، لكن الحلل هي اللي كتير الصراحه يعني. كان عندي كميه حلل انا هوريها لكم، بس مش هغسلهم معاكم عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه انا بحب امسك الحوض بتاعي، دي سلكه غير السلكه، انا بوريها لكم ان السلكه اللي هغسل بيها الحوض في الاول مش هي السلكه اللي هغسل بيها المواعين بتاعتي، تمام. ومسكت الاطباق بتاعتي نظفتها من كل البقايا اللي فيها. طب ليه انا بنضفها الاول من كل البقايا اللي فيها؟ علشان السلك بتاعك لما بياخد بقايا اكل بيخلي الصابون مش بيرغي. يعني انا كان في طبق مثلا مش متنضف وفي بقايا اكل، اللي هيحصل ان بعد شويه السلكه بتاعتك مش هترغي خالص، مهما تحطي فيها صابون مش هيرغي. عشان كده بقولك طب نزلي البقايا الاكل الاول كده لوحدها بالميه بس، تمام. بس مسكت بقى عملت فيها زي ما قلت لكم كده، وغيرت بقى السلكه ونضفت. انا بحب انضف الحوض بتاعي الاول عشان العمله اللي انا بعملها دي لما انزل بقى فيه المواعين النظيفه تبقى نظيفه وزي الفل، يبقى الحوض نفسه نظيف. دي اختراع كده جايباه، بس هو اختراع حلو جدا على فكره، عشان بحط عليه المعالق وانا بقلب مثلا الاكل او كده، بدل ما احطها على البوتاجاز فتعمل زي دهون كده على البوتاجاز، لا بحطها دي ليها مكان كده مخصص تحطي فيه المعالق. الصراحه حلو قوي. المعلقه اللي انت مثلا بتعملي بيها، الكبشه اللي انت بتعملي بيها برضو، كل ده بتطبخي بيها، كل ده بيتحط عليها، بتبقى حلوه قوي. هي اللي وقعت وانا حطيتها دي ايه رايكم في الحركه دي؟ عندي برضو حاجه للبنات الصغننين اللي هم شايفين المواعين، يا رب تموت المواعين دي، يا رب تموت، ادعوا معايا. عندي بقى ودي صينيه الاكل برضو هغسلها ولمعها كده وخليها زي الفل، عشان لما تحطي عليها الاكل بتاعك تبقى زي القشطه. مسكت بقى الكوبايات بتاعتي. نسيت اقول لكم على الموضوع ده، البنات اللي لسه غنطاطين ولسه جداد في موضوع بقى المطبخ والكلام ده، اغسلي ظهر الكوبايه بتاعك من تحت، لانه بيعبي مره على مره على مره. لو ما غسلتيهوش هتبص تلاقيه يقلب لون غامق اسود كده،
والناس بقى الكبيره عارفه الكلام ده، عارفه ان بالمنظر ده كده الكوبايات دي ما اتغسلتش كويس، ان الكوبايات دي مش حد نضيف بيغسلها، لان لو في حد نضيف بيغسلها عشان لو جات لك حماتك بقى او كده تبقي عارفه المعلومه دي. لما يبقى الكوبايات نضيفه، اسمه القعر بتاع الكوبايه لما يبقى نضيف معنى ذلك ان اللي بتغسل مواعين دي حد نضيف، عشان كده ملمعه الكوبايات بتاعتها. لكن لو بتغسليها كده بشويه ميه بس مش بسلكه، اللي بعد فتره هتحسي ان قعر الكوبايه من تحت اغماء لوحده كده، ان مفيش ميه بتيجي عليه، مفيش قصدي سلكه بتيجي عليه. البوتاجاز بقى بتاعي ده انا الصراحه من ساعه ما اكتشفت حوار ان انا اغسله بالصابونه اللي هي صابونه بريحه دهيت، اللي هي بتاعه الوش اللي بتغسلي بيه الوش وبتطلع لك حبوب، دي المعلومه دي خلي بالكم منها. من ساعه ما اكتشفت الموضوع ده وهو البوتاجاز بتاعي بقى يلمع، فعلا بقى يلمع بسبب الصابونه اللي هي بتاعه الوش دهيت. وكمان هقول لكم على، هعمل لكم طريقه بيها وهنحط فيها، هنحط عليها ماده تخليها فعاله اكتر واكتر واكتر، هنعملها مع بعض ان شاء الله. هتدعوا لي عليها بجد، هتدعوا لي عليها، لان اصلا الصابونه المريحه دي لو انت عندك بقع بتطلعها لك، لو انت بقع في السجاد حتى، او لو بقع في الهدوم او اي حاجه من الحاجات دي هي بتطلع لك البقع. فهي الصراحه حلوه جدا، بس كمان لما تحطي بقى عليها الماده الفعاله اللي انا هعملها لكم ان شاء الله هتبقى افضل وافضل وافضل، تديكي نتيجه روعه. شايفين البوتاجاز بيلمع ازاي؟ ولسه كمان هنلمع السطح بتاعه، هو لسه كده ملمعش تمام، يعني احنا كده لسه السطح بتاع البوتاجاز بتاعنا محتاج يتنشف اكتر بفوطه تكون ناشفه، فانا هعملها معاكم اهو. والله كان الوشي يعني انا شلت مقطع لان كان وشي ظاهر اصلا في اللمعه بتاعه البوتاجاز من كتر ما هو تقريبا بقى مرايه يعني، فاهميني؟ شايفين المنظر؟ حاجه كده البوتاجاز رجع جديد يا جماعه. طبعا الحته اللي تحت دي انا ما بلمعهاش لان هي ازاز عاكس مرايات، فبالتالي لو انا لمعتها هتظهرني انا شخصيا، عشان كده انا عارفه ان هي مش محتاجه تتلمع، بس انا ما لمعتهاش، بغسلها بس لكن مش بلمعها. عندي بقى الحوض بتاعي، شايفين المنظر برضو غسلته بالصابونه المريحه. اي حاجه استلس عندك اغسليها بالصابونه المريحه دي، هترجع لك الدنيا بتبرق بتبرق بجد والله حلوه قوي. وبعد كده زي ما قلت لكم هعمل لكم منها خلطه روعه روعه روعه، انا برضو جربتها بس عملتها مش عندي، يعني عملتها عند حد وجربناها الصراحه تحفه، فانا هعملها هنا في القناه ان شاء الله عشان كل الناس تستفاد بيها. شايفين الروعه؟ والله بجد لمع ورجع جديد. ده انا هوريه لكم دلوقتي هو البوتاجاز عشان تعملوا الموضوع دوت وتدعوا لي. اصلا كمان نوع الاستانلس ده مش قوي يعني، مش حلو بتاع الحوض، فبالك بقى لو هو نوع كويس او حلو، فتخيلي بقى اللمعه بتاعته هتبقى عامله ازاي. طبعا الصابونه المريحه اللي انا بغسل بيها وشي مش هي اللي استخدمها في ده عشان بتسيب بقايا سلك، شايفين اللمعين؟ فالغسيل بقى انا كده خلاص غسلت، بشيل بقى الفلتر اللي هو بيبقى فيه بقايا الغسيل ده، وبعد كده بغسل الغساله بتاعتي زي ما انتم شايفين عشان ما تعملش اي روايح، اغسليها كويس. فاكرين الوصفه بتاعت الدهون؟ شايفين؟ طبعا انا بقول لكم بقالي 20 يوم المطبخ ده ما جيتش يمته، فشايفين الدهون اتكونت على الغساله ازاي. حطينا بس الخلطه بتاعتنا ومفروض تسيبيها 5 دقايق، والله ما سبتها، انا على طول متسرعه كده، ومع ذلك رجعت الغساله جديده لنج. خلي غسالتك ايدك فيها باستمرار طالما موجوده عندك في المطبخ، لاني بتشيل دهون. ولو عندك برضو المطبخ الالمونتين برضو هيشيل دهون، حتى لو انت مش واخده بالك واحده واحده هتلاقيه يشيل دهون. يعني انا تقريبا 20 يوم، يعني 20 قولي 15 يوم حاجه في الرينج ده، ما دخلتش المطبخ ولا عملت اي حاجه فيه. النتيجه ان ترسب، بص شويه الدهون شفتيهم؟ شفتي الغسيل؟ ادعوا عليه كمان ان هو ايه، ربنا ياخده بقى، عشان خلاص انا زهقت من الغسيل. ربنا يعني ايه يتوب عليا بقى من الغساله العاديه دهيت واجيب غساله اوتوماتيك ان شاء الله. مسكت بقى الارض بتاعتي، طبعا انا كنت خلاص يعني مش قادر اقول لكم انا تعبانه قد ايه، فقلت لا انا بقى ايه يعني مش هشيل قوي من تحت قوي، بس هنضف الدنيا وارجعها الى حد ما احسن. جبت كلوروكس بتاع الالوان الجميل، وابتديت اغسل بيه الحيطان واغسل بيه الارض عشان ترجع تلمع زي ما كانت، وهو في وصل السيراميك يرجع يلمع زي ما كان. مسكتها كده وبعد كده شطفتها ولميتها بقى كده بالمساحه بتاعتي، هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. رجعت كل حاجه زي ما كانت نظيفه زي القشطه. وفي طبعا حاجات انا ما صورتهاش على فكره، في حاجات من كتر التعب بقيت عمال اقول مش مشكله اصور دي، لان التصوير بياخد وقت ومجهود فوق ما تتخيلوا يا جماعه. فلو تقدروني بلايك جميل كده او كومنت زي ما قلت لكم تصلوا فيه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، يبقى انتوا عملتوا كده معايا احلى واجب. مسكت بقى اللي زي ما انتم شايفين كده الارض. احلى حاجه الفتحه اللي موجوده دي اسمها بيبه على فكره، الفتحه اللي موجوده في الارض دي، ومحدش يبص لو سمحتوا على الشبشب اعزكم الله عشان ده بتاع ابني كبير عليا خالص خالص، خفت اتزحلق فروحت لابساه، كان هو اللي قدامي يعني فمحدش يتريق عليه من فضلكم. بص بقى شكل الحاجه، يا سلام، شايفين اهو البوتاجاز من تحت مش لامع، انا اللي قصدي والله.
شايفين بقى الجمال وشايفين النظافة وكل، عارفة الحياة رجعت لقواعدها سالمة. الحمد لله على نعمة الصحة. احمدوا ربنا كتير قوي 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 على نعمة الصحة، وما تقولوش ان انا يعني عارفة اعتياد النعمة، لا ما تعتدوش على النعمة. والحمد لله في كل مرة تقومي تروقي فيها شقتك